مرحبا بكم في هذه اللحظة التي تشاهدون فيها هذا الفيديو. فزاع داخل بيت شاهين يتربص بالدخول، لكنه وقع في خطأ فادح لم يحسب له حساب. هو لا يعلم أن البيت خال من شاهين ورشا. ماذا سيفعل فزاع عندما يجد قمر وجراح والعمة وحيدتين؟ وهل سينجح الخائن زاهر في استدراج شاهين إلى فخ الموت؟ اربطوا الأحزمة، لأننا في هذا الفيديو سنكشف لكم المستور في تسريبات الحلقة السادسة من دروب المرجلة 3. تابعوا معنا. فزاع دخل البيت وهو يخطط لتصفية الحساب مع شاهين ورشا دفعة واحدة، لكنه سيجد نفسه وجها لوجه مع قمر والعمة فقط. هذا الخطأ سيجعل فزاع في حالة ارتباك وغضب شديد، مما قد يدفعه لارتكاب حماقة بحق الموجودين في البيت كرد فعل على فشل خطته. زاهر سيستمر في تمثيل دور الضابط الحريص أمام الضابط مراد. هو من سيقود التحقيقات وسيحاول تضليل الأمن بعيداً عن مكان فزاع والشيخ رشاش. الأخطر من ذلك أن زاهر قد يكون هو من يعطي فزاع الإشارات عبر الهاتف ليخبره متى يهرب من البيت قبل وصول الشرطة. الشيخ رشاش قد يستخدم زاهر لإعطاء معلومات مغلوطة لشاهين لإقناعه بالخروج من الفندق والعودة للبيت حيث ينتظره فزاع. زاهر هنا هو السم في العسل، وشاهين يثق به كضابط بينما هو في الحقيقة يجهز لموته. مبروك هو الشخص الوحيد خارج دائرة العصابة الذي يعرف بمكان فزاع واتصالاته. إذا ضغط عليه شاهين أو رشا قد يكون هو الخيط الذي يكشف خيانة زاهر، خاصة وأن مبروك يبحث عن زلطة أو فلوسه، وقد يبيع أي شخص مقابل المال. انتظرونا بالفيديوهات القادمة تفاصيل أكثر. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.